السلام عليكم ورحمة الله. الشعب المغربي والخفاش ما بيهداش. موضوعنا النهاردة ضرب نار مفهوش هزار. موضوعنا النهاردة درجة حرارته 99 قابلة للاشتعال بوم والانفجار. طبعا النهاردة كل العيون مفنجلة ومفتحة، كل الودان مطقطقة، كله فايق، كله في حالة كده، حالة انتعاش، حالة ترقب، حالة ما نعرفش. هي في حالة من الحلاحيل. هي حاجة مسيطرة علينا كلنا عامة، مش الشعب المغربي بس، اللي هي بتبقى ليلة المباراة والماتش لما بيقرب والجو ده. طبعا هنتكلم النهارده، وفي ناس هيتكلموا لنا النهارده، وهيقولوا لنا قد ايه المنتخب ده. يعني طبعا مباراة صعبة ومباراة في غاية الأهمية وغاية الصعوبة، بس احنا والله ما يعني اللي اتعودنا منهم ان هم قدها وقدود دايما، ما بيعتمدوش اسامي فعلا حرفيا. يعني يعني شفنا فرق كبيرة قبل كده يعني بيدوها بالكفوف والإقلام، ما بيعتمدوش حد خالص. ده اللي بيعجبني في اللعيبة دي، في الشخصية دي، في الكواليتي اللعيبة دي في المنتخب ده. تعالوا نروح نسمع ونشاهد ونشوف برضو بعض الجماهير هتقول ايه، وبعض النقاد وبعض المحللين هيقولوا ايه، ونسمع منهم ونستفيد ونرجع. قبل مواجهة هولندا في دور 32 قال محمد وهبي مدرب المنتخب المغربي إن أسود الأطلس بحاجة لحلول جديدة من أجل انتزاع التأهل من الطواحين الهولندية. إنها المباراة هذه ستكون المباراة اللاعب التي سوف نخوضها، ونحن الآن في مرحلة الإقصاء. لقد أثبتنا بأن كانت لنا اليد العليا في المباريات السابقة، ولكن في المباريات الثلاثة الأولى أظهرنا بأننا قادرين، والآن هذه مباراة جديدة ونحن بحاجة إلى حلول أخرى، وهذه المرحلة مرحلة الإقصاء، وبالتالي السياق مختلف تماما. سوف نواصل تقديم ما نبرع فيه. وفي تصريح حصري لمراسلنا جابر العربي، أكد كل من مدرب منتخب المغرب محمد وهبي وحارس مرمى أسود الأطلس ياسين بونو أن الجميع على هبة الاستعداد لخوض غمار موقعة مونتيري ضد الطواحين الهولندية. وهي مباراة كبيرة. منتخب هولندي منتخب كبير بلاعبين في مستوى كبير. كنظن المنتخب الوطني المغربي حتى هو منتخب كبير عنده لاعبين في مستوى كبير، وتكون مباراة يعني جميلة. يعني غادي نواجهوها بالروح القتالية ديالنا ديال ديما، وكنظن أن متهيئين لا نفسانيا لا تكتيكيا لا بدنيا باش نواجهوا هذه المباراة، وانا متاكد بان اللاعبين يديروا مباراه كبيره ان شاء الله. السلام عليكم. نعم، إنها مباراة كبيرة، لكننا ما زلنا متحمسين ولدينا الهدف ذاته والطموح نفسه. ندرك جيدا أن المباريات الآن أصبحت بنظام خروج المغلوب، وبغض النظر عن المنافس الذي نواجهه. الأمر لا يتعلق فقط بكون المنافس منتخب هولندا، فلو كان أي منتخب آخر لكان الوضع ذاته. سنواجه فريقا قويا ونعرف إمكاناته، وأعتقد أنهم أيضا يعرفون قدراتنا، لذلك يجب أن نكون أقوياء على أرضية الميدان وأن نؤمن ونثق بقدراتنا. مراسلنا جابر العربي واكب الحصة التدريبية الأخيرة لأسود الأطلس وافانا بالمداخلة التالية من مونتيري. نعم، وسط أجواء من الحماس والتفاؤل أنهى المنتخب المغربي تحضيراته للقاء هولندا المرتقب في هذا الدور الإقصائي. بالتأكيد الحديث يدور عن عودة المدرب محمد وهبي لاستخدام العناصر التي خاضت مباراة البرازيل ومن بعدها مباراة اسكتلندا. بالتأكيد هناك مؤشرات تتحدث عن عودة الثنائي نايل العناوي وأيوب عدي وعز الدين أناحي، أيضا بلال خنوس في الجناح الأيسر وإبراهيم دياز في الجناح الأيمن. بالتأكيد الحديث أيضا عن عودة الصايبري كمهاجم متأخر في تشكيلة المدرب محمد وهبي. في الدفاع أيضا كلنا نعرف يتواجد شاد رياض وعيسى أيوب وحكيمي على الرواق الأيمن ومزراوي على الرواق الأيسر، وبالتأكيد الحارس الكبير
ياسين بونو في حراسة مرمى المنتخب المغربي. هذه هي ربما الحديث عن هذه التشكيلة التي سيبدأ بها المدرب محمد وهبي هذه المباراة المرتقبة. بالتأكيد معنويات عالية والكل في حالة تفاؤل قبل هذا اللقاء، عطفا على ما قدمه منتخب المغرب في دور المجموعات وهذه النتائج الرائعة. العناصر كلها جاهزة، حتى وإن كان الحديث عن الأسماء التي ذكرناها، لكن عناصر المنتخب المغربي الصفوف مكتملة قبل هذا اللقاء الحاسم المرتقب أمام منتخب قوي. المنتخب الهولندي واحد من المنتخبات الصعبة في البطولة، تصدر مجموعته ب7 نقاط. كانت مبارياته خاصة أمام عديد المنتخبات في دور المجموعات، سواء أمام اليابان تعادل أو بالتأكيد فوزي في المباراتين الأخريتين. سمعنا وشوفنا وخلاص. في مثل كده بيقول لك انا فاضل شويه ويتسحب ورق الاجابه، خلاص كل ورقه هيتلم، اللي ذاكر ذاكر. طبعا مباراه صعبه، مباراه مهمه جدا في غايه الصعوبه بصراحه يعني، لكن احنا نقدر نعديها ونعدي اجمل منها، واثقين فيهم ولازم ندعمهم ولازم احنا بنساند. وبعدين الفريق بتاعنا احنا مدخلين في بعض العناصر الجديده عشان الاحلال والتجديد، علشان ما يحصلش يعني خلل في المنتخب لفترات طويله زي منتخبات تانية كتير، فعشان يعمل عمليه التجانس والترابط فلازم ندعم، والحاجات دي كلها تبقى قدام عينينا. لكن ان شاء الله هم قدها وجود واثقين فيهم ان شاء الله باذن الله. تعالوا نروح نكمل. بالتأكيد منتخب قوي، منتخب لم يخسر بسهولة في الأدوار الإقصائية منذ عام 2010، خاض 10 مباريات أدوار إقصائية لم يخسر سوى 3 مباريات، لكن كان هناك محطات عانى منها بركلات الترجيح. بالتأكيد منتخب قوي ويعول على عناصر قوية، لكن تبقى الحظوظ والأمال قائمة ومتوفرة للجميع، وإن كانت معنويات المنتخب المغربي عالية جدا قبل هذا اللقاء المرتقب. نعم، موسيقار هو عازف الألحان على الكمان وعلى الجيتار، بهذا العمر 35 سنة عمل مباراة تاريخية لن تنسى. تقييمه كان 9.1، لعب 90 دقيقة، سجل هدفين، 47 تمريرة من أصل 51 تمريرة، 5 بالثلث الأخير من ملعب النمسا، 2 من 73 لمسة. تخيل هذا الرقم بهذا العمر، 4 لمسات داخل منطقة الجزاء من أصل 21 لمسة للجزائر داخل منطقة جزاء النمسا. هناك كرات طويلة دقيقة لم يخطئ إلا بكرة واحدة من أصل 5، وهناك استعادة الكرة 3 مرات، 4 من 6 التحامات أرضية في هذا العمر المديد إن شاء الله، مع منتخب قوي بدنيا. منتخب النمسا على الطريقة الألمانية، هناك واحدة من 2 في الألعاب الهوائية. كلاعب أساسي يا هاشم لعب 3 مباريات، 2 أساسي، 192 دقيقة، سجل هدفين، تمريرة حاسمة 1، 5 تسديدات، سجل هدفين، بالقدم اليسرى 4، بالقدم اليمنى 1، داخل الجزاء 3، خارج الجزاء 2. إله بهذا العمر 92 تمريرة، إله بهذا العمر المديد 153 لمسة، أكرر 153 لمسة، 9 لمسات داخل جزاء المنتخبات اللي لعب أمامها. أخطاء له 5، ثنائيات 11، صناعة فرص 5، كرات طويلة صحيحة 7، مساهمات دفاعية 8. تخيل هذا الرقم. افتكاك ناجح 4، وهناك استعادة الكرة 6 مرات. رياض محرز. نعم، إذا مشاهدينا المرشح الرابع في فقرتها الرقم 1 هو النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد الأرجنتين، ورغم مشاركته كبديل دون الهدف الثالث في مواجهة الأردن من ركلة حرة مباشرة، معززا رقمه القياسي كهداف في تاريخ المونديال. ليو من ركلة ثابتة ستنفذ ليونيل ميسي من أجل هدف أرجنتيني ثالث. ليو 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 تكفيك الأهداف، ألم تكفيك الأرقام، ألم تكفيك البطولات. رفقا بالتاريخ يا ليو، فقد أشغلت كاتبيه. رفقا بالأرقام يا ليو، فقد تعبت منك الأرقام يا ميسي. أي هدف من ركلة ثابتة مثل ما اعتدنا لسيد الكرات الثابتة، لسيد الكرات الثابتة. هنا يسارية في
الشباك يزيد أبو ليلى، ربما يزيد يسأل عن هذه الكرات، لكن أمام ليو لا يسأل أحد، أمام ليو لا يسأل أحد يا يزيد. سهلة كانت. عثمان يعني حسن العيدروس يقول رفقا بالأرقام يا ليو، أرقام كبيرة مميزة، قيمة كبيرة. تاريخ، هو أول لاعب في تاريخ نهائيات كأس العالم يسجل 7 أهداف في 7 مباريات متتالية، أو 6 أهداف في 7 مباريات متتالية. هو اللاعب الذي سجل في هذه البطولة حتى الآن 5 أهداف من خارج منطقة الجزاء. هو تقييمه كان 7.7. هو الذي لعب 30 دقيقة، نزل في الدقيقة 60، سجل هدف فريقه الثالث من ركلة حرة مباشرة. هو هداف البطولة كما قلنا ب6 أهداف. الحاجة اللي تطمنك أو قلبك إن الناس دي 11 لاعب بالاحتياطي، الحتة دي عندهم ميتة، الحتة دي عندهم ما بتخافش، ما بيهجوش، ما بترعبوش، ما بتخضوش. فناس تانية بتنزل احنا هنلعب كده والله بجد وركبنا بتخبط على الجيران وحاجات غريبة. انا عارف ان هم هيلعبوا فرق كبيرة زي هولندا البرازيل زي مش عارف اسبانيا زي مين دول، لا دول بينزلوا بيلعبوا كورة للمتعة للجماعة. ناس نازلة تروق دماغها، ناس بيتبسطوا يمتعوا نفسهم، وهنا المكسب بيجي طبعا مع الاجتهاد، انت فاهم؟ وان شاء الله يكون التوفيق حالفهم ان شاء الله في الماتش ده، لان التوفيق عنصر مهم جدا. ان شاء الله يكون حالفهم باذن الله. تعالوا نروح نكمل نرجع تاني. صناعة فرص 2، فرص كبيرة صنعت واحدة من 2 في التسديد على المرمى من أصل 6 تسديدات مباشرة لمنتخب بلاده. 28 لمسة 3 داخل منطقة جزاء المنتخب الأردني، من أصل 15 لمسة للأرجنتين داخل منطقة جزاء. تسبب ب4 ركلات ركنية. كلاعب أساسي لعب مباراتين من أصل 3 أساسي، لعب 200 دقيقة، 15 تسديدة ب6 أهداف، منهم 9 تسديدات على المرمى، 76 تمريرة ناجحة، صناعة فرص 6، فرص كبيرة صنعت 3، تمريرة عرضية ناجحة 3، مراوغات ناجحة 3، ثنائيات 13 ثنائية بشكل عام في كل المباريات. هناك له 100 لمسة، منهم 12 لمسة داخل الجزاء. عدد الأخطاء 6، مساهمات دفاعية 5، افتكاك ناجح 4، استعادة الكرة 8. حتى الآن لا أصفر ولا أحمر بالنسبة لميسي. نعم، الآن مشاهدينا سنتعرف على اللاعب الذي اخترتموه ليكون الرقم 1 في اليوم 17 من كأس العالم فيفا 2026، والفائز هو الجزائري رياض محرز ب44% من نسبة التصويت، فيما جاء الأرجنتيني ليونيل ميسي ثانيا ب41%، أما الإنجليزي جود بيلينغهام فجاء ثالثا، وإيوان ويسا لاعب منتخب الكونغو الديمقراطية في المركز الرابع. عثمان القريني استحقها رياض محرز. والله ألف مبروك للجزائر بلد الأحرار، ألف مبروك لرياض محرز. هارد لك للمنتخبات العربية التي لم توفق، أمنيات بالتوفيق إن شاء الله. المغرب، الجزائر، مصر في الدور الثاني. نقطة صغيرة بدي أحكيها، أفضل هدف ملعوب في دور المجموعات وفق نظرية الهندسة الميدانية، الهندسة المعمارية، الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، هو هدف اليابان في مرمى السويد. هذا الهدف ارجع له مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، تجد أنه سجل بالقلم والمسطرة في التمرير، بالتحضير، بوضع الكرة في الزاوية البعيدة. نعم، عثمان القريني المذيع والمعلق بقنوات بين سبورتس، شكرا جزيلا لك. وصلنا مشاهدينا الكرام إلى نهاية التغطية الخاصة لحصيلة اليوم من كأس العالم فيفا 2026. نودعكم مع أجمل أهداف اخترناها لكم من اليوم 17 لكأس العالم. شكرا لكم على حسن المتابعة، إلى اللقاء. هدفه أمين قويري منح منتخب الجزائر فوزا ثمينا على حساب شقيقه الأردني. ما هي أبرز أرقام أمين قويري؟ أولا مبروك للمنتخب الجزائري الشقيق والعزيز والغالي، وهاردك للنشامة الذين لعبوا مباراة كبيرة، قدر الله ما شاء فعل. هناك بالنسبة للجزائر بالمناسبة 10 لاعبين بالتشكيل التي بدأت يلعبون في الدوريات الأوروبية، فقط رياض محرز الذي يلعب في الأهلي السعودي. أمين قويري التقييم له كان 7.8 يا ناظم، لعب 86 دقيقة، سجل هدف الفوز الثمين، 16 من 18 تمريرة حاسمة، 2 من 3 تسديد على المرمى، 27 لمسة، 3 من أصل 31 لمسة
لمنتخب الجزائر في منطقة جزاء منتخب الأردن، مراوغات ناجحة 1 من 2، افتكاك ناجح 1، استعاد الكرة مرتين، 2 من 6 التحامات أرضية. هذا اللاعب اللي قيمته 28 مليون يورو لعب 150 دقيقة أمام الأرجنتين والأردن، سدد 3، سجل هدف، التسديد كان بالقدم اليمنى 3، وكان من داخل الجزاء مرتين ومن خارج الجزاء مرة واحدة، 32 تمريرة ناجحة بكلتا المباراتين، 48 لمسة بكلتا المباراتين، 7 من داخل الجزاء، استعاد الكرة في كلتا المباراتين 3 مرات. وهناك على مستوى هو نجم من نجوم فريق نادي مارسيليا اللي لعب له 42 مباراة وسجل 21 هدف وعمل 8 تمريرات حاسمة مع منتخب بلاده المنتخب الجزائري. لعب 25 مباراة دولية، 11 هدف و4 تمريرات حاسمة. أعتقد أن هذا اللاعب عمل نتيجة ثمينة للجزائر أبقت آمالها كبيرة. مباراتهم القادمة أمام النمسا هي مباراة رد الاعتبار، وكذلك مباراة الأمل إن شاء الله يكونوا موجودين في الدور الثاني. نفتخر في الجزائر، نفتخر في الأردن، نفتخر بكل المنتخبات العربية. الآن مشاهدينا سنتعرف على اللاعب الذي اخترتموه ليكون الرقم 1 في اليوم 12 من كأس العالم فيفا 2026. الفائز بالتصويت هو النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ب55% من الأصوات، تلاه الفرنسي كيليان مبابي ب21% من الأصوات، ثم الجزائري أمين غويري ب15% من الأصوات، وجاء النرويجي إيرلينغ هالاند في المركز الرابع ب9% من الأصوات. إذا الرقم 1 في اليوم 12 من بطولة كأس العالم هو ميسي، يستحقه. والله نيال كأس العالم بوجود ميسي. سمعنا كلام من هنا وكلام من هنا وانتشر كلام هنا وهنا وهنا وهنا، لكن كله والله عامل للمنتخب المغربي 1000 حساب، كله عامل حسابه، كله مديله قيمته وحجمه، ولازم مش مزاجك اصلا غصب عنك عشان هو منتخب كبير، لازم تديله حجمه وتديله احترامه وتقديره. بتكلم عن الفرق الكبيره لما تيجي تلعب، لانه منتخب كبير، شخصيا كبير قوي، بيمتلك لعيبه على اعلى مستويات في العالم. لا تقول لي بقى الافريقيا ولا العرب ولا يحزنون. ده المنتخب فعلا بجد اللي بيشرف العرب، يعني كل العرب والله لازم نشجعهم ونقف معاهم. حتى لو في بعض الناس من اخواتنا المغاربه طبعا حبايبنا، في ناس بتقول لك بحس ان هم زعلانين شويه لما تشجعوناش وبتاع. والله مش بايدينا يا جماعه، مش بايدينا. احنا بنحب الكره الحلوه، بنحب الكره الممتعه، وانتوا بتقدموا كره حلوه وكره ممتعه، غصب عنا بنشجع، بنحب الكره بتاعتكم ممتعه، بتجبرنا ان احنا نحترمها ونشجعها. فلازم كلنا فعلا كله نشجع بعض، ندعم بعض، يعني نسند بعض. والله بجد لازم، يعني حاجه تشرف كده. وده منتخب شرفنا قبل كده وايدينا كلها على كتافه ان هو يشرفنا، وكلنا حلمنا لما صدقنا الحلم اللي هم حلموه في كاس العالم في قطر وحققوه، وصلوا المباراه قبل النهائيه. احنا حلمنا لما شفنا الاحلام بتتحقق، لما شفنا الاحلام اصبح تبقى حقيقه على ايديهم ومعاهم. اعذرونا لما تشجعوا، اعذرونا غصب عننا، بنحبكم، نحب الكره بتاعتكم الجميله، شرفتونا وشرف لينا وتفضلوا شرف لينا، تفضلوا ملوك وكبار القاره العرب والعالم كمان بالمتعه اللي احنا شايفينها دي. ربنا يكرمكم يا رب، التوفيق يكون حليفكم ان شاء الله باذن الله. كلمه واحده، اخواتنا بقى اللي هم المنافسين، لان في ناس كده منافسين قوي، وفي ناس صفار مالي وشها، وفي ناس حقوده، ناس جواها الغل، يقول لك لا يا عم انا مش مشجع المنتخب المغربي ومش عارف. طب انا هقول لك حاجه واحده بس، تعرف ايه هي؟ ان شاء الله عنك ما شجعت. سلام.